بسم الله الرحمن الرحيم. الطفلة رحمة العشاري وأخواتها. هذه الطفلة أخذتها خالتها مرت أبوها ووضعتها في تنور غاز وأشعلت النار حتى فارقت الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيش من قلب تمتلك هذه المرأة؟ ولماذا كل هذه الجرائم المنتشرة والمتفشية؟ أين الحكمة والإيمان يا شعب اليمن؟ أين الحكمة والإيمان؟ ولكم الآن أن تستمعوا إلى قصتها وهي تحكيها والدتها. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أم الطفلة رحمة معاذ أحمد حمود العشاري، وأم الطفلة نايبة الذي تعرضنا للضرب والتعذيب والتحريق، وابنتي رحمة فارقت الحياة عمرها 7 سنين. يعني أنا كأم أناشدكم، أناشد كل المسؤولين، أناشد كل المسلمين بالداخل والخارج بالوقوف معي والتعاطف معي مع بناتي. ابنتي رحمة عمرها 7 سنين والآن هي بثلاجة، تعرضت للتعذيب والحرق حتى الموت من قبل خالتي زوجة أبيه المدعوة افتخار محمد نواري، وابنتها أمل وموسى وملك وزوجة موسى، وهذا المتهمين قد هم بالسجن المركزي، وبقية المتهمين لا زالوا فارين من العدالة. وأنا أناشد كل الجهات الرسمية وكل الجهات المعنية بالوقوف معي ومساندتي ومساندة أطفالي. هذه الذي أمامكم الآن هذه نائبة تعرض للضرب والخذلان والتحريق بالسكين، وعملنا لها تقارير طبية واضحة. وهذه الطفلة رحمة الآن هي بثلاجة المنظمة مستوصف الحكومة للقاعدة، حرقوها حريق وسط التنور. يعني أنا كأم موقفي موقف مأساة. أني حزني لا يعلم به إلا الله على بناتي. أطالب الجهات الرسمية بسرعة تحويل ملف قضيتي إلى النيابة العامة، إلى النيابة الجزائية وسرعة تحويلها للمحكمة لينالوا عقوبة ما عملوا به. أطالب القصاص الشرعي، وأناشدكم تضموا صوتكم جنب صوتي، لا تنسوا حق أطفالي. هذه الصورة، هذه حق الطفلة هذه الذي أمامكم نائبة، هذا في حقها تقطيع بالسكين. أسألكم بالله لا تنسوني. أني أتعب، أطلع، أنزل شارع، لا يعلم بحالي إلا الله. أتمنى الوقوف معي من كل النواحي، وأطالب القصاص الشرعي المستعجل من غرماء أطفالي، خالتها زوجة أبيها وعيالها وبناتها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.